تخيل لو انا معايا 100 جنيه وجبت منها حاجات كتير، وبعد كام سنة ال 100 جنيه دي ما بقتش تجيب حتى نص الحاجات. طب ازاي يعني؟ السؤال هنا، هل الفلوس نقصت ولا الاسعار زادت ولا في حاجة بتحصل واحنا مش شايفينها؟ في مصر في كلمة الناس اول ما بتسمعها بتقلق كتير، وهي تعويم الجنيه. في ناس بتقول ان ده سبب الغلا، وفي ناس بتقول ان ده حل اقتصادي ضروري، في ناس تانية بتقول يعني ايه تعويم اصلا. والنهارده انا هجاوب يعني ايه تعويم. في الفيديو ده النهارده هشرح لك يعني ايه تعويم الجنيه وبأبسط الطرق الممكنة ومن غير مصطلحات اقتصادية معقدة. ازيك يا عبقري؟ قبل ما نفهم يعني ايه تعويم الجنيه احنا محتاجين نفهم الفلوس ذات نفسها. ال100 جنيه ديت هي ملهاش اي قيمة، هي مجرد ورقة. الفلوس بتيجي عشان تروح قيمتها من حاجة اسمها الثقة. انا وانت والدولة والمحلات وكله متفق ان ال100 جنيه الورقة دي ليها قيمة، عشان كده يا عبقري تقدر تشتري بيها. لكن في حاجة تانية مهمة جدا، وهو إن كل عملة ليها قيمة مقارنة بالعملة التانية. في حاجة تانية إن هو الدولار ذات نفسه بكام جنيه. هنا نخش في حاجة اسمها سعر الصرف. تخيل يا عبقري إن الدولار سلعة، سلعة زي الطماطم والسكر وهكذا. في ناس عايزة تشتري الدولار وفي ناس عايزة تبيع الدولار، ولو الطلب على الدولار زاد جدا السعر بتاعه هيزيد جدا، ولو الطلب عليه قل يبقى سعره هيقل هو كمان. ودي قاعدة الاقتصاد الأشهر، وهي إن الطلب والعرض، ولو الطلب زاد عن العرض يبقى السعر هيزيد. في سؤال ذكي جدا، هو احنا ليه محتاجين الدولار أصلا؟ أو ليه مصر محتاجة الدولار؟ بكل بساطة يا عبقري، عشان احنا بنعمل حاجة اسمها الاستيراد، فده هنا احنا بنبقى محتاجين الدولار. لو شركة مصرية عايزة تجيب حاجة من دول بره هتدفع بالدولار. عشان كده بنقول إن الدولار للدولة زي البنزين في العربية، ولو الدولار اختفى مثلا كل حاجة حرفيا هتقف. وصلنا دلوقتي للنقطة المهمة، وهي تحديد سعر الجنيه. في نوعين من تحديد سعر الجنيه، النوع الأول تعويم الجنيه، والنوع التاني السعر الثابت، وهشرحهم دلوقتي حالا. السعر الثابت يا عبقري وهو إن مثلا البنك المركزي يقول إن الدولار مثلا ب50 جنيه، وده يبقى سعر ثابت للدولار حتى لو أي حد تاني عايز رقم مختلف. أما التعويم بقى يا عبقري هو إن الحكومة أو البنك المركزي بتقول أنا مش هحط سعر ثابت، لا 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 لا، أنا هخلي السوق هو اللي يحدد سعر الجنيه بنفسه. يعني هو ده بكل بساطة التعويم، إن هو الجنيه يطلع وينزل لوحده حسب العرض والطلب، الاستيراد والتصدير والمستثمرين. يعني الجنيه بيسبح لوحده كده أهو، ومن هنا جاء اسم تعويم الجنيه. طب لو التعويم مؤلم ليه أصلا نعمله؟ في 3 أسباب رئيسية يا عبقري. نقص الدولار، لما الدولة تحتاج دولارات كتير جدا للاستيراد مثلا، بس المعروض قليل جدا، فهنا تبدأ الأزمة. والأزمة يا عبقري وهي السوق السوداء. تخيل البنك بيقول الدولار ب30 جنيه، بس انت رحت للبنك وقلت له أنا عايز دولار، فقال لك لا مفيش. فانت هنا هتضطر ان انت تروح للسوق السوداء، عشان انت مضطر ان انت تاخد دولار او كذا دولار دلوقتي حالا، فتضطر ان انت تروح السوق السوداء عشان متوفر فيها الدولار بس سعرها اغلى. يعني السوق السوداء ممكن تقول لك الدولار ب50 جنيه. الحقونا 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 الحقونا. وتعويم الجنيه بيعملوه لتقليل الفجوة بين السعر الحقيقي والسعر الرسمي، عشان لما السعر الرسمي يقول لك 30 جنيه يبقى على الورق وبس، لكن في الحقيقة 50. دلوقتي لو حد قال لك تعويم الجنيه
مش هتتوتر من المصطلح. وبس كده يا أفكاري، متنساش تابعني وخليك فهمان. سلام.